الإعلام الجزائري يعلن رسميا وصول طائرة المنتخب المغربي إلى الجزائر للمشاركة في شان الجزائر. حمد لله بالسلامة. ودي لعبة جديدة يحاول يلعبها الإعلام الجزائري للوقيع بين الجماهير المغربية والسيد فوزي لقجع وموافقته على الطائرة التونسية. السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة. دوس لايك واشترك في القناة دعما منك لنستمر في نشر الفيديوهات. طبعا الاعلام الجزائري طلع في الساعات الاخيره، وانتم عارفين ان السيد فوزي لقجع كان مهلته الاخيره للطيران من المغرب الى الجزائر يوم 10 من يناير. استغل هذه الفرصه وبعد عدم رد الجزائر رسميا على الكاف لمشاركه المغرب او انصياع الى شروطه وهي الطائره المباشره من المغرب للجزائر، حاول الوقيع الاعلام الجزائري واعلن وصول الطائره التي تنقل المنتخب المغربي الى ارض الجزائر للمشاركه في شان الجزائر. ودي عملت ربكه في الناس مش عارفه تصدق مين السيد فوزي لقجع اللي بالفعل اعلن تسريح جميع لاعبي المنتخب المغربي من المعسكر اللي كانوا محضروا له للمشاركه في بطوله الشان، ومنها الاعلام الجزائري بيعلن وصول المنتخب المغربي للمشاركه. حاول يوقع السيد فوزي لقجع باي طريقه، مش قادر عليه. اما السيد فوزي لقجع رجل دوله، رجل الدوله المغربيه، وهو اعلن عدم المشاركه في هذه التظاهره الا بالشروط. إذا تم تنفيذها سوف يتم المشاركة، وإن لن يتم التنفيذ هذه الشروط في المهلة المحددة، مش زي ما هم يطلبوا يوم ويقعدوا عليها أكتر من 7 أيام. سيد فوزي لقجع أمر إن يوم 10 من شهر يناير هو الموعد الأخير لطيران المنتخب المغربي للمشاركة حال الموافقة على الشروط، وإن لم يتم سوف نعلن الانسحاب. وهذا هو ما بالفعل عمله السيد فوزي لقجع. بشكركم شكرا جزيلا. بما إنك وصلت هنا اوعى تنسى اللايك وتشترك في القناة عشان يصلك كل جديد ونكبر بيكم. سلام عليكم.